تعرف شارع المعز؟ ومين فينا ما يعرفش الشارع اللي كله أنوار وريحة بخور طالعة من كل ركن، والناس ماشية رايحة جاية لحد نص الليل. وفي نص الشارع كده ناحية بيت السحيمي في قهوة صغيرة قديمة، الحيطان فيها مشققة والكراسي خشبها مطفي من كتر الزمن اللي عدى عليها. الناس كلها بتقول عليها قهوة زينهم. قهوة زينهم ليها طابع غريب، اللي يدخل يحس ان الزمن واقف فيها. ريحة البن اللي فيها غريبة، فيها حاجة كأنها مش مجرد بن، كأنها ريحة ذكريات قديمة. حتى الهوا جوه القهوة دايما ساكن، ما فيهوش نسمة، رغم ان الشارع دايما مفتوح، ولا في دوشة ولا صوت عربيات. رمزي صاحب القهوة شاب في أواخر الثلاثينات، ورثها عن جده زينهم الكبير. جده كان راجل غامق كده، ووشه دايما مكشر، وصوته ضخم، وكان دايما ليه جملة غريبة بيقولها الرمزي: الأرض دي فيها سر، واللي يفتح السر يتدلع فيه. طبعا رمزي ما كانش بيصدق الكلام ده، وكان بيعتبره كلام عجائز وتخاريف يعني. بس رغم كده كان في ركن في القهوة جنب الحيطة اللي ورا محدش بيقعد فيه. كل لما حد يقعد هناك الكوبايات تتكسر أو الشاشة تولع لوحدها، لدرجة إن الزباين خلاص حفظوا ومحدش كان بيقرب من الركن ده. وكل ما يسأل رمزي جده وهو صغير: يا جدو ليه الركن دايما ده مقفول؟ كان الجد يبص ليه بنظرة فيها خوف ويقول له: ما انت دخل فيما لا يعنيه، شاف ما لا يرضيه. الليل هناك دايما ليه شكل تاني، الشارع كله بينور بمصابيح صفراء الا قدام قهوة زينهم. دايما النور بيبقى خافت، كأن اللمبة نفسها مش عايزة تنور. وفي اخر الليل لما القهوة تفضى، رمزي بيقفل الباب الحديد ويقعد يعد الايرات. بس اللي محدش يعرفه ان كل ليلة بيسمع حاجة من تحت، زي صوت همهمة، همهمة خفيفة في الاول وبعدين تعلى، كأن في حد بيتكلم بلغة مش مفهومة. وفي اوقات يحس ان الارض نفسها بتتهز، تهزه هزة خفيفة كده، كأن حد بيتنفس تحت البلاط بتاع القهوة. رمزي حاول يتجاهل في الأول ويقول لنفسه يمكن عشان المواسير قديمة أو صوت الهواء أو أي حاجة. وفي نفس الليلة النور قطع، ودي كانت البداية. رمزي كان قاعد لوحده والشارع كله كان ساكت، والضلمة خنقت المكان. وفجأة شم ريحة عفن، ريحة تراب قديم مبلول بالدم. الريحة طالعة من ناحية الركن المقفول، ولما مسك الكشاف وبص شاف حاجة خلت الدم يتجمد في عروقه. الحيطة اللي ورا الركن متشققة، والشق فيها مفتوح، كان طالع منها دخان خفيف، والدخان لونه رمادي غامق. وفي وسط الدخان رمزي شاف ظل راجل واقف لابس جلابية قديمة ومش باين، بس صوته كان واضح جدا وقال: رجع اللي انت خدته يا رمزي. رمزي وقتها وقع الكشاف من ايده والنور قطع تماما. ساعتها سمع من تحت رجله صوت طرقعة، كأن في باب بيفتح من جوه الأرض. في اللحظة دي رمزي افتكر إن الناس القديمة في شارع المعز كانوا دايما بيقولوا إن الأرض المبنية عليها القهوة طول عمرها مش عادية، وإن الجزء ده في الشارع ما كانش فيه قهوة ولا بيوت، كانت زاوية صغيرة على نصيتها حارة ضلمة. والزاوية دي كانت في زمن الدولة الفاطمية. الناس كانت بتروح هناك مش عشان تصلي، لأ، كانوا بيروحوا علشان الشيخ اللي جوه. بس الكل عارف إن ده مش شيخ، ده كان ساحر اسمه الشيخ مورجان. مفيش حد عارف جه منين بالظبط ولا ليه اختار المكان ده. كل اللي معروف عنه انه كان بيفضل قاعد في الايام ما يخرجش من الزاويه دي، والناس تسمع اصوات غريبه بالليل، كان حد بيقرا كلام بلغه مش بشريه. اللي غاويين اثار وقتها كانوا بيروحوا بالذهب والهدايا عشان يقولوا فين الكنوز اللي في بطن الارض. بس الغريب ان كل اللي راحوا اختفوا. اهل الحاره كانوا بيقولوا الشيخ مورجان ما بيقولش على مكان الذهب، هو بياخد الارواح بدل لشيء غير معروف. وفي يوم بعد ما عدى 7 سنين ظهر صوت خبط في الزاوية دي بالليل. الناس قالت انهم سمعوا الشيخ مورجان وهو بيصرخ ويقول: اتحررت. بس الروح مش راضية تمشي. تاني يوم لما دخلوا الزاوية ما لقوش الشيخ مورجان، بس لقوا الحيطة كلها مليانة رموز غريبة مكتوبة بالدم، ورسوم غريبة لوش راجل لابس تاج مصري قديم، وتحت الرسوم مكتوب عن أف إن خونس. من بعديها بقى المكان مهجور لحد ما الناس بدأت تحفر حوالين الزاوية. لما حصل حريق كبير في المنطقة، العمال قالوا انهم لقوا باب حجري قديم عليه نفس الكلام عن انف خنسو مكتوب بالهيروغليفي. واللي يعرف التاريخ كويس عارف ان كان كاهن المعبد آمون في الأقصر. لكن الغريب انه
وجود اسمه في القاهرة ده مش منطقي. اللي اتقال إن الكاهن ده كان عليه لعنة، كان كاهن متمرد سرق بردية سحرية من المعبد علشان يعرف أسرار الخلود واتمسك واللعنة نزلت عليه. الفراعنة سجنوه جوه تابوت ودفنوه حي ومعاه الروح الحارسة، وهي روحه خدمة من العالم السفلي مهمتها تمنع أي حد يقرب من قبره. وفي العصر الفاطمي الشيخ مرجان كان بيحاول يفك الطلاسم اللي بتحرس القبر ده، لأنه سمع إن الكاهن ده مدفون ومعاه بردية فيها سحر إحياء الموتى. بس لما حاول يكسر الطلاسم الأرض نفسها اتفتحت ونار طلعت من جوه، ومن ساعتها اختفى وما فضلش غير الرموز اللي على الحيطة، وهي اللي اتبنت فوقها بعد كده القهوة. رمزي كان دايما بيقول إن جده زينهم الكبير هو اللي عمل اسم القهوة، راجل من بتوع زمان دماغه ناشفة وكلمته ما تتردش. بس الناس اللي ما كانتش تعرفه إن زينهم لما اشترى الأرض دي كانت شبه مهجورة. الناس في الحتة استغربت وقتها ازاي راجل زي ده معروف انه شاطر ودماغه حاضرة يشتري أرض بالشكل ده. الأرض كانت رخيصة قوي وسعرها نص تمن أي أرض في الشارع المعز. كل الناس قالت له ابعد يا زينهم، الأرض دي نحس يا أخويا، محدش قدر يعمر فيها، كل اللي بنى فيها قبل كده خسر أو مات. بس زينهم ضحك وقال اللي ما يخاف ما يشتريش، والرزق رزق ربنا. ومع ذلك اشترى الأرض وبدأ البنى. كل حاجة كانت ماشية عادي لحد ما العمال لقوا حاجة غريبة في نص الأرض، يعني حجر كبير غاطس في الأرض ووشه كله مرسوم عليه رموز مش مفهومة، خطوط دواير حوالين بعض، ووش راجل لابس تاج زي الملوك لكن عينه محفورة كأنها بتبص على اللي واقف قدامه. العمال خافوا وقالوا يا حاج زينهم نشيل البلاط ده ولا نسيبه؟ لكنه قال ليهم بعصبية لا يا ولد انت وهو، دي تبقى البركة، سيبوها زي ما هي، دي بركة من أيام أجدادنا الفراعنة. ومن ساعتها البلاط ده بقى في الركن المقفول اللي محدش بيقعد عليه. الرمز نفسه بعد كده هيقع في أكبر مصيبة في حياته بسببه. ومن اليوم ده الحاج زينهم الكبير اتغير، بقى عصبي طول الوقت وعينه فيها نظرة خوف كأنه شايف حاجة محدش شايفها. وبعد أسبوع فجأة قرر يبني أوضة صغيرة في آخر القهوة. الأوضة دي كانت ضلمة دايما، لا فيها شباك ولا فيها لمبة، هي اتبنت بس علشان تحمي البلاط اللي في القهوة. رمزي وهو صغير كان بيلعب حوالين الأوضة دي، بس أول ما يقرب منها يحس إن في حد بينده عليه من جوه بالصوت رخيم وغريب، وهو يجري على جده يقول له جده في صوت بينده عليا. الجد يبص له ويبص له بخوف ويقول له اسمها رمزي، البلاط ده ما يتشالش ابدا. وبصوت واطي جدا بينه وبين نفسه قال البلاط ده بيخبي شر ملهوش اخر. وكان لما حد من اصحابه على القهوه يسالوه هو ايه اللي جوه الاوضه دي يا حاج زينهم، يضحك ضحكه باهته ويقول جوه اللي جوه الاوضه دي فيها عهد بينه وبين اللي تحت الارض، طول ما محدش يضايقه محدش هيتأذي. الجملة دي فضلت تتكرر سنين، ورمزي كبر وهو شايلها في دماغه بس عمره ما فهم معناها لحد ما مات جده فجأة وهو قاعد على نفس الكرسي اللي قدام القهوة. الناس قالت إن الموتة كانت طبيعية، بس اللي غسله قال إن وشه كان مرسوم عليه نفس الرموز ده على البلاط اللي موجود في الأوضة إياها. ومن اليوم ده القهوة ما نامتش. كل ليلة بعد نص الليل رمزي يسمع خبط من جوه الأوضة وصوت الجد بيهمس ليه من بعيد ما تفتحش يا رمزي، مهما حصل ما تفتحش. بس الإنسان لما بيكبر الفضول عنده بيغلب الخوف. وفي ليلة معينة لما الدنيا كانت ساكتة والشارع فاضي رمزي قرر يعرف السر اللي جده مخبيه بقاله سنين. ومن بعد ما الجد زينهم الكبير مات القهوة اتغيرت. رمزي كان بيحاول يقنع نفسه انها اوهام، بس كل يوم بالليل كان بيسمع نفس الخط الخفيف اللي كان بيسمعه زمان وهو صغير، كأن حد بيزق حاجة من جوه الأوضة. كان الباب الحديد بيتهز من نسمة هوا مش موجودة. وبدت الأحلام. رمزي بقى كل يوم ينام ويشوف نفس الكابوس. القهوة اختفت، مكانها أرض سودة مفروشة تراب ناشف زي الرماد، وفي نصها حفرة كبيرة طالع منها دخان أحمر. ومن جوه الحفرة كان بيطلع صوت تخين وتقيل، صوته مش بشري خالص، يقول ليه احذر يا رمزي، اللي تحت مش بشر والشر فيها غالب. ويفوق رمزي مفزوع وعرقان كأنه طالع من معركة، صوته مكتوم وصدره وجعه كأن في حاجة كانت قاعدة على صدره وهو نايم. وكان كل مرة يصحى يشم نفس الريحة اللي كان بيشمها أيام جده زمان، ريحة تراب قديم متعفن مع ريحة موت. تاني يوم الدنيا كانت حر والشمس ضاربة في الحارة، القهوة مليانة زباين كعادتها والضحك والشيشة مالين المكان، لكن رمزي كان تايه وشه باهت وعيونه غريبة، وكل شوية يبص ناحية الأوضة اللي ورا كأنه منتظر حاجة تخرج منها. فجأة الباب اتفتح، زبون غريب، راجل لابس جلابية سودا ووشه باين عليه الشحوب، عينه غويطة جوه جمجمته كأنها حفرتين فاضيين، مش بيبص لحد. راح على أول ترابيزة في الركن اللي محدش بيقعد عليه، نفس الركن
اللي تحت البلاط. رمزي قرب منه وهو على ملامحه قلق مش طبيعية بابتسامة مصطنعة. اتفضل يا عم تشرب ايه؟ الراجل رفع وشه ببطء وبص لرمزي نظرة غريبة، نظرة ما فيهاش خوف ولا حياة. صوته كان خافت بس تقيل كأنه طالع من جوف الأرض. قال له ما تحفرش يا رمزي، الأرض دي مش أرض بشر. رمزي بجمد مكانه. ازاي يعرف اسمه؟ هو عمره ما شافه قبل كده. فتح بقه وسأله حضرتك تعرفني منين؟ لكن الراجل كان قام بالفعل، ساب الكوباية فاضية زي ما هي ومشي على مهله. وهو خارج كل لمبة في القهوة قعدت ترعش كأن المكان نفسه رافض وجود الراجل ده وبيدفن لوحده. والزباين سكتوا فجأة والجو بقى تقيل. وواحد قال لرمزي وهو بيهمس ايه ده يا رمزي؟ الراجل ده مش طبيعي خالص، خلي بالك وشه زي الميتين بالظبط. رمزي ضحك ضحكة عصبية شوية وقال مش عارف والله، مجنون ولا ساحر ولا يمكن شحات. بس كان جواه في خوف بيهض في قلبه. فضل طول اليوم سرحان وكل شوية يبص ناحية الباب كأنه مستني الراجل يرجع. وبالليل لما الدنيا هديت والناس مشيت قعد رمزي لوحده في القهوة. الهدوء كان خانق. حط كوباية الشاي على الترابيزة اللي كان قاعد عليها الراجل، ولما بص جواها لقى المية اتحولت سودا زي الحبر بالظبط. وفي كوع الكوباية كان في سطر صغير مكتوب بالعربي رجع اللي تحت البلاط. رمزي وقتها حس ان روحه بتسيب جسمه. مسك الكوباية ورماها، راحت مكسورة على الأرض. لكن الغريب ان الصوت ما كانش صوت ازاز، كان كأنه صوت حضنه بيتكسر. من الليلة دي رمزي ما نامش. الكوابيس زادت وصوت الجد بقى يجيله في ودنه على طول. ما تفتحش يا رمزي، ما تلمس البلاط. بس الفضول كان اقوى من الخوف. فضل يقول لنفسه هفتحها اشوف ايه اللي تحتها، يمكن الاقي دهب او يمكن الاقي اثار. لكن هو ما كانش عارف اللي تحتها مش كنز، دي بوابة لشيء ملعون. رمزي بعد ما القهوة قفلت والزباين روحوا، رمزي قفل الباب الحديد وابتدى يجهز المكان. جاب عمال كان متفق معاهم وكلهم كانوا عارفين ان في حاجة غريبة، لكن غصب عنهم راحوا علشان محتاجين الشغل. قال ليهم عاوزكم تشيلوا البلاط ده علشان عاوز اعرف اللي مدفون تحتيه. العمال حاولوا يهربوا في الاول لكن رمزي ضغط عليهم بفلوس اكتر وبدأوا يحفروا. اول ما شالوا البلاط طلعت ريحة عفن غريب، ريحة تراب قديم مختلط بدخان اسود كأنهم فتحوا مقبرة بعد مئات السنين. وفجأة ظهر جملة مكتوبة على الحيطان بحروف غريبة لونها أحمر مطفي. رمزي قرأ الجملة بصعوبة وكان مكتوب فيها بحروف قديمة واسم واضح عنخ أف انخونس حارسك حي. العمال أول ما شافوا ده جريوا كلهم وهم بيصرخوا، والناس سمعوا صوتهم وهم بيصرخوا في الشارع وبيقولوا يا عم رمزي اهرب، ده مش لعب، الأرض دي فيها لعنة. بس رمزي قلبه اتجمد وعيونه على الجملة. قرر ينزل. هو نفسه يشوف اللي جوه الحفرة. النزول كان صعب، الأرض رطبة والتراب بيتكسر من تحتيه. وفي أول خطوة شم ريحة الموت بوضوح، ريحة جثث قديمة، ريحة الدم اليابس. ومرة واحدة كل الكوابيس اللي كان بيشوفها اتحولت حقيقة. وفجأة وسط التراب ظهر ظل كأنه شخص واقف وطويل وحواليه زي ما تقول كده غيامة سودا ووشه ما يتشافش. وصوت تقيل خشن بيخرج منه مين اللي شال البلاط؟ مين اللي جاي يزعج عنخ أف انخونس؟ روح الحارس ما تسمحش بالفضول. رمزي حاول يصرخ بس صوته اختفى وكأن الأرض نفسها ابتلعت الهواء كله جوه. الظل قرب منه وتراب الحفرة اتحرك حواليه كأنه بيشربه. وبالليل وصوت الجد اللي كان بيهمس ليه طول السنين رجع له تاني. يا ولد انت مش شلت بس البلاط، انت صحيت الشر اللي تحت الأرض. من هنا الرموز على الحيطان بدأت تتحرك والظل اتجمع حوالين الحفرة. رمزي بقى عايش الرعب الحقيقي لدرجة ان قلبه بدأ يدق بسرعة وعينه بتبص على الظل اللي بيتحرك زي الحيوان الماكر وبيصطاد. حتى تاني يوم الصبح رمزي صحي من النوم حس بحاجة تقيلة في جسمه كأنه نايم على حجر، ومش أي حجر، أكنه نايم على حجر سخن. ولما بص على رجله اكتشف أثر تراب غريب، تراب مقبرة زي ما يكون الحفرة اللي فتحها ليلة امبارح لعبت لعبتها معاه وسابت له أثر على جسمه. ومن اليوم ده رمزي ما بقاش زي الأول، العالم حواليه بقى مختلف. حتى القهوة الكراسي بدأت تتحرك لوحدها كأن في حد بيقعد عليها، حتى الإزاز اللي بيتكسر من غير سبب. والأسوأ بقى صوت الراجل الغريب اللي كان حذر رمزي بيكرر ليه كلام في ودنه ما تحفرش يا رمزي، الأرض دي مش أرض بشر. حتى الزباين بدأوا يحسوا بحاجة غلط، أحيانا يلاقوا خيال واقف ورا البار اللي في القهوة كأنه بيراقبهم، وبراد الشاي يغلي لوحده كأن في نار تحت منه بتسخنه. رمزي نفسه بقى يخاف من نفسه. يومها كان بيغيب عن الوعي، يصحى تاني يوم يلاقي ورا الحيطة بتاعت البار مكتوب عليها نفس الطلاسم اللي شافها في الحفرة، حروف دموية، خطوط ملفوفة، واسم الكاهن الفرعوني عنخ أف أن خنسو.
ومكتوب وسطها الكوابيس رجعت تاني أقوى من الأول. بيشوف نفس الأرض السوداء، النار طالعة من تحت، صوت تقيل بطولة صح الشر. روح الحارس ما يسمحش بالسلام، حتى الزباين بدأوا يحسوا بالرعب. واحد منهم حاول يسأل هو في يا عم رمزي ايه اللي بيحصل هنا؟ رمزي يرد بصوت ضعيف مرتعش مش عارف، بس الأرض دي مش طبيعية، في حاجة بتتحرك، حاجة مش بشر. والمرعب إن كل ليلة لما القهوة تقفل الظل بيتجمع جوه القهوة وبتصدر أصوات زي الهمهمة، والأنوار بتفتف وتشتغل لوحدها. حتى رمزي كأنه بقى جزء من الأرض، وبدأ يحس إن روحه بتتشد ناحية البلاط، ناحية الحفرة، ناحية أنخنصو اللي أنا بدأت تاخده كل يوم. وبقى يسمع همسات الناس اللي ماتوا من زمان واللي كان كل يوم بيسمعهم من تحت الأرض ويقولوا ارجع ما تدخلش، الشر اللي هنا ملهوش نهاية. الليلة الأخيرة في حياة رمزي كانت هادية أكتر من اللازم. الشارع اللي طول عمره مليان دوشة وضحك وشيشة بقى ساكت، كأن الزمن وقف عند باب القهوة. رمزي كان قافل على نفسه جوه الأوضة اللي فيها البلاط. الناس شافته داخل آخر الليل وهو شايل براد الشاي وبيلف حوالين الأوضة بخطوات غريبة وبيقول كلام غريب وبصوت همس زي الممسوس. واحد من الجيران اللي بتسكن فوق القهوة قالت إنها شافته من الشباك بيكلم حد مش موجود أصلا وبيقول له رجعتك يا عنخ، رجعتك، سيبني في حالي بقى. وبعدها بثواني سمعوا صرخة تقطع القلب حرفيا. صوت رمزي كان بيغلي في الهوا زي البخار المية. الناس جريوا وحاولوا يفتحوا باب القهوة، الباب كان مقفول بإحكام كأنه ملحوب من جوه. فضلوا يخبطوا لحد ما الباب اتكسر، لكن أول ما دخلوا ووقفوا مكانهم من الرعب الريحة كانت خانقة، ريحة بن محروق ممزوج بشيء تاني، حاجة شبه الجثث القديمة. القهوة كلها مطفية إلا النور خافت طالع من الأوضة اللي فيها البلاط. ولما دخلوا شافوا البلاط اللي زمان زينهم الكبير حذرهم منه. الناس رجعت البلاط زي ما كان محطوط بالظبط، بس المرة دي مرسوم عليه وش رمزي، وش محفور كأنه محفور على البلاط الحجري. كان مبتسم ابتسامة مش بشرية، نصها ألم ونصها رضا. وواحد من الرجالة دخلوا حاول يقرب، لكن أول ما خط خطوة تانية النور اتطفى والباب قفل وراهم لوحده. خرجوا بعدها الجيران ومحدش منهم قدر يشرح اللي شافوه. تاني يوم القهوة اتقفلت على طول، الباب بقى متطرب واليافطة بتاعت قهوة زينهم وقع نصها على الأرض. بس أهل شارع المعز لحد النهاردة بيقسموا إنهم بالليل لما بيعدوا من جنب القهوة بيشوفوا نور خافت جاي من جوه وريحة بن طازة وشيشة تفاح مالية الهوا. وفي اللحظة دي لو ركزت هتسمع صوت خفيف، صوت رمزي بنفسه جاي من جوه القهوة بيقول اتفضل يا باشا، قهوة زينهم دايما مفتوحة. وساعتها ومهما كنت شجاع هتعرف إن المكان ده مش قهوة، دي بوابة مفتوحة. اللي تحت البلاط واللي دخل مش دايما بيخرج منها سليم. الناس لحد النهارده بتحكي عن قهوة زينهم كأنها كابوس مفتوح. فيه اللي بيقول إنهم شافوا شاب غريب نفس ملامح رمزي بيقف بالليل قدام القهوة ويمسحها كأنه بينظفها، وأول ما حد يقرب منه يختفي زي البخار. وفي واحد من العيال اللي بيشتغلوا في توصيل طلبات حلف إنه في يوم كان ممطر كان معدي جنب القهوة، شاف الباب مفتوح والنور شغال جوه وسمع صوت بيقول هات كوباية الشاي على الفحم ياض وبسرعة. ولما بص ملقاش حد، بس الكوباية كانت فعلا محطوطة على الترابيزة سخنة وبتفور. الناس كمان بتقول إن اللي يقعد جنب باب القهوة بالليل بيسمع أصوات بتتكلم بتتردد نفس الجملة ما تحفرش يا رمزي، الأرض دي مش أرض بشر. ومن ساعتها محدش قدر يشتري القهوة دي تاني، واللي حاول يا اختفى يا اتجنن يا يجيله كوابيس فيها نار وبلاط مرسوم عليه وش بيضحك. والأهالي لما بيعدوا من هناك دلوقتي بيقولوا للأطفال خدوا بصركم يا ولاد ما تقربوش من قهوة زينهم.